السلام عليكم حبايب قلبي، رجعنا لكم بمحاضرة ثانية نشرح لكم نتيجة مبرهنة 7 مثل ما طلبتوا بالفيديو اللي نشرته قبل كم يوم. قلتوا لي هاي طريقة حلوة ونفهمها، راح اشرح لكم نتيجة مبرهنة 7. ما خليك تطلع من الفيديو اذا انت ما ضابطها 100%. والله يا شباب سهلة جدا جدا، يعني تعجب ناس تقول صعبة. يعني بطريقة مو علمية. ريال وبرشلونة هاي احنا سبيناها برشلونة ام المقطع واحد متكونة، هاي ام المقطعين ريال مدريد باعتبار هي مقطعين، وهاي يتقاطع حبايب قلبي، وهاي العلامة يكره، وهاي عندنا هنا ينتمي، وهاي العلامة يحب. ترى بمبرهنة 7 قلت لكم هاي ينتمي ما نشتبه، ترى هي هاي يحب وهاي ينتمي، هي الافضل. احنا اهم شي تكتب هاي نفس المنطوق ذا يحب ويكره، بس انا افهمكم بيها اوضح حبايب قلبي. هاي عندنا هنا يحب وهاي ينتمي. زين، شلون اعرفها نتيجة مبرهنة 7 حبايب قلبي؟ تلقى بيها بس هذا الكلام اخر شي، يعني تلقى يكون محتوى فيه، ماكو مبرهنة تلقون بيها هذا اخر شي، يكون محتوى فيه فقط. نتيجة مبرهنة رقم 7 حبايب قلبي. راح اوضح لكم بمخطط بالبداية شلون تحلونها، والدور اكتب لكم اللي مطلوب منكم اللي هو سهل جدا جدا حبايب قلبي. تابعوا وياي الشرح وشوف شلون راح افسخ لكم مبرهنة نتيجة مبرهنة 7 حبايب قلبي، واخليكم تضبطونها مثل اسمكم وعد. هذا حبايب قلبي احنا قلنا هاي برشلونة وهاي فلكة التقاطع وهاي ريال مدريد ام المقطعين. هاي الفلكة يوقف بيها ابراهيم. زين حبايب قلبي، هاي برشلونة عندها ابن اسمه صديق، تذكروا اسمه يعني بانجلاديش حبايب قلبي. زين، هذا صديق خلف ابن صغيرون، هذا الابن اسمه سيف، بس هذا سي من يكبر يلا يصير سيف، ياخذ الاي هيجي سيف. شوف حبايب قلبي هسه فلشناها هاي بالبداية حبايب قلبي. اول خطوة احنا نقول هاي اول مرحلة يعني بالمعطيات. هذا برشلونة تكره ريال مدريد، هذا كره. زين، الدور ايش راح نسوي حبايب قلبي؟ الدور بالمعطيات همه صديق يكره منو حبايب قلبي؟ يكره ريال مدريد. شوف عندنا كره اثنين، برشلونة تكره ريال مدريد وصديق يكره ريال مدريد. هذا سيف، هذا بعد صغير ما كبر وصار سيف، سي بس الحرف السي. هذا زعطوط ما اعرف يعني، هذا بس ينتمي ما اعرف كره مثل ما تقول. ينتمي لمن؟ ينتمي الى برشلونة. زين حبايب قلبي، ينتمي الى برشلونة. ايش راح نسوي احنا هسه بعد ما انتمى هذا الصغيرون خطية البرشلونة؟ هذا عندنا سيف هذا شو يسوي؟ سيف هذا يحب برشلونة، كبر قام يحبها، كان ينتمي لها هسه قام يحبها. زين حبايب قلبي، عندك هنا هاي الفلكة مال التقاطع، هذا يكره هذا ويعطينا ابراهيم، يعني برشلونة تكره ريال مدريد وتعطينا ابراهيم حبايب قلبي. شوف حبايب قلبي، وبعد خطوة الثانية صديق يحب برشلونة، هذا ابوه ابو سيف اللي كبر. هذا نراجع لكم مراجعة سريعة حبايب قلبي. شوف المعطيات من هذا المخطط موجودة قدام عينك هسه انت. المعطى الاول برشلونة تكره ريال مدريد، هذا المعطى الاول. المعطى الثاني هذا صديق، هذا ينتمي ما يعرف لا حب ولا هاي، ينتمي الى برشلونة. المعطى الثالث صديق يكره ريال مدريد. شوف بالمعطيات عندك يكرهون اثنين، والاكثر شيء هم الكبار يعني يكرهون.
برشلونة وصديق يكرهون، وهذا الطفل خطية ضايع بين الرجلين، ينتمي بس قال أنا أنتمي لبرشلونة حبايب قلبي، ما يعرف الكره. زين المطلوب إثباته صديق يحب برشلونة، هاي الخطوة. شوف هاي مطلوب إثباته يعني حبايب قلبي. وتكمل البرهان هذا البرهان. شوفوا حبايب قلبي اللي هي تقاطع برشلونة وريال وتعطينا إبراهيم. زين حبايب قلبي، والدور هذا بالبرهان هم تكمل هنا سيف يحب برشلونة. زين حبايب قلبي، راح اكمل لكم الشرح الدور الطريقة العلمية، يعني تاخذونها انتم اللي راح تكتبونها بالامتحان. هذا مجرد يوضح لكم الشرح، وسهل هذا جدا جدا. يعني المخطط هاي تقدر تكتب المبرهنة كلها كاملة. حبايب قلب المعطيات، أول شغلة لازم تعرفونها اللي هي برشلونة تكره ريال مدريد، كره ريال مدريد. وثاني شغلة بالمعطيات احنا قلناها بالمعطيات اثنين اللي يكرهون، هذا صديق الدور صديق يكره منو؟ هو صديق ابن برشلونة أكيد يكره ريال مدريد حبايب قلبي. وعندنا هذا الطفل خطي، هذا الطفل ما يعرف كره، هذا مجرد ينتمي سيف بعد صغير ينتمي لمن؟ البرشلونة. هاي المعطيات وما بيها حبايب قلبي. شوفوا هسه احنا قلنا هنا قلنا برشلونة تكره ريال مدريد، وصديق هم يكره ريال مدريد. شوف الكبار يكرهون صديقه برشلونة، وهذا الطفل خطية لا هذا ينتمي، هذا ما أعرف الكره بس الانتماء. نجي للي مطلوب إثباته. المطلوب إثباته يا حبايب قلبي، المطلوب إثباته جميل جدا سهل. هذا صديق يحب برشلونة، وين هنا أنا والله صديق يحب برشلونة، هذا مطلوب إثباته. النقطة الرابعة، هاي النقطة الثالثة، صديق يحب ياهو يحب برشلونة لأن هو من برشلونة. المعطيات هم خلصت. شوف أسهل منها ماكو. نجي على البرهان والله سهل، أسهل منه ماكو كله، يعني أغلب الخطوات مالته معطى من ذن الفوق اللي كتبناهن حبايب قلبي. البرهان شو تقول له؟ تقول له هذا هنا كتبنا احنا البرهان برشلونة وريال مدريد. شوف بيناتهن تقاطع، هذا التقاطع هذا شوفونه هذا، وابراهيم صاير بينهن وبين هذا، يبيع كلينس هنا الظاهر شهد واقفه هنا. زين حبايب قلبي، هنا برشلونة تقاطع ريال مدريد، برشلونة تقاطع منو؟ ريال مدريد. بيا في الكيف في الكتب ابراهيم اي بي. يا حبايب قلبي هذا قلم تراب هذا. المهم حبايب قلبي، هاي الخطوة الأولى من البرهان. الخطوة الثانية شنو؟ الخطوة الثانية نقول له نرسم وين؟ سيف يحب برشلونة. سيف وين هنا بالمخطط؟ هذا سيف يحب برشلونة. يحب برشلونة لأن هو ابن صديق، وصديق ابن برشلونة. هاي الخطوة الثانية حبايب قلبي. الخطوة الثالثة سهلة جدا جدا حبايب قلبي. الخطوة الثالثة قبل لا أدخل لك الخطوة الثالثة، هسه احنا مو قلنا هاي التقاطع لازم تكتب كليشة ويا هاي. شوفوا حبايب قلبي، تكتب كليشة ويا برشلونة تقاطع ريال مدريد. تكتب ويا كليشة، تكتب ويا هاي الكليشة، تقاطع مستويان بخط مستقيم.
حبايب قلبي نرجع نكمل. تكتب له الدور حبايب قلبي، ايش نكتب له الدور؟ نكتب له بحيث سيف يكره منو؟ يكره ابراهيم، لان هو من الطرف صديق، وصديق ابن برشلونة هذا واقف بالتقاطع فاكيد يكرهه. وتكتب له وياه كليشة بسيطة جدا. هاي الكليشة خلي اكتبها لكم حبايب قلبي. ايش نكتب له؟ نكتب له في المستوى واحد يمكن رسم مستقيم وحيد عموديا على مستقيم معلوم من نقطة معلومة. والدور الخطوة الرابعة برشلونة تكره ريال مدريد. هاي معطى فوق، هاي أول خطوة، هاي معطى معطى رقم 1. الخطوة الخامسة حبايب قلبي ايش نكتب له؟ نكتب له بالخطوة الخامسة سيف يكره ريال مدريد. سيف يكره منو؟ يكره ريال مدريد، وهاي اكيد يكرههم. يعني هو ليش؟ لان هو سيف ابن صديق، وصديق ابن برشلونة، فاكيد يطلع يكرههم. وتكتب له هنا مبرهنة 7. يعني مو تكتب له مبرهنة 7، اي تكتب له مبرهنة 7 وتكتب له التعريف لازم ترى مطلوب حبايب قلبي. الكلاميات يعني عليه هن درجتين، مبرهنة 7 وتكتب له التعريف مالتها اللي هو الكلام موجود بأي ملزم. هذا حبايب قلبي. بعد ما كتبنا له نكتب له صديق. شبيه صديق؟ يكره منو؟ هذا هم يكره صديق. يعني انا هسه افكر، هذا يكره، ابن يكره، والابو يكره منو؟ هم يكره ريال مدريد. زين حبايب قلبي، هذا صديق يكره ريال مدريد، هذا معطى يا رقم. انا قلت لكم يا رقم حبايب قلبي موجود. صديق يكره ريال مدريد، هذا شوفوا حبايب قلبي رقم 3. هاي ترى للتوضيح اكتب لك رقم 3 اني، وهاي رقم 1. هاي التوضيح على مود تلقفها من فوق حبايب. الخطوة شنو؟ الخطوة السادسة. الخطوة السادسة هاي متوفرة حبايب قلبي. شلون متوفرين؟ هو مو قايل لك صديق انت لازم يحب، هاي العفو، صديق اثبت لي يحب برشلونة. هنا ايش راح تشرخه سيف. هو منو؟ هو نفسيته صديق، لان هو ابنه، والابو والابن نفس الشيء. اذا هذا كره فاكيد راح يكره ريال مدريد. هذا هم يقوم يكره ريال مدريد حبايب قلبي. تكتب له هاي الكليشة سهلة هي جدا حبايب قلبي. تكتب له لا يمكن رسم أكثر من عمود واحد على مستقيم معلوم من نقطة معلومة. هسه بعد شغلة احنا ناسينها هي سهلة، الرسومات. عندك رسم بالبداية ويا المعطيات، والرسم ويا البرهان آخر شي. راح أوضح لكم الرسم اللي هي ويا المعطيات حبايب قلبي. الرسم سهل جدا. هذا تكتب هنا ريال مدريد، وتكتب هنا برشلونة، وهاي الفلكة اللي يوقف بيها إبراهيم بين ريال مدريد وبرشلونة، باعتبار هذا الهدف هذا ريال مدريد وهذا الهدف برشلونة. زين هذا برشلونة مو عنده خلف صديق وسيف. اي حبايب قلبي شوفوا، مو هاي السي، هاي السي حطيناها هنا المشتركة بين سيف وصديق، خليناها هنا، حطينا لها هنا هاي الدي وحطينا لها هاي الاي. هسه سي دي صديق، وهاي سي اي سيف. شوف حبايب قلبي سهلة. الرسم اللي هو اخر شي حبايب قلبي، الرسم هذا اخر شي متكمل البرهان تخليه وياه. هذا سهل جدا حبايب قلبي. احنا مو قلنا هذا الملعب ريال مدريد، وهذا الملعب البرشلونة، وهاي فلكة التقاطع يوقف بيها ابراهيم، وهذا برشلونة عنده خلفه. حطينا السي هنا قلبنا، خلي الدي هنا وخلي الاي هنا، على بود هنا صديق، هنا السيف. السي بتكرر مرة خلينا لنا وحدة. راح اعطيكم ملخص، هذا ينقذكم يا شباب بالعربي، تحفظها نفس النشيد. اذا حفظتها نفس النشيد يعني تروح تطبق انت قبل على راحتك.
يعني اخاف تقول صارت شربكة او هوسة او هاي، يعني تقدرون تحفظونها انتم والله بهاي الطريقة، بس راح اكتبها بالعربي وتقدر تحفظها. تريد تحفظها بهاي الطريقة، تريد تحفظها بالعربي اللي هي نفس الشي، بس لخصتها لكم انا حبايب قلبي. حبايب قلبي هذا الملخص يعني راح ينقذكم انقاذ والله العظيم مو طبيعي. احنا بالبداية ايش قلنا هاي المعطيات بيها اثنين يكرهون وبيها طفل اللي هو سيف. شنو قلنا الكبار برشلونة تكره ريال مدريد، وهنا صديق يكره ريال مدريد همه. شوف اثنينهم يكرهون ريال مدريد باعتبار هذا برشلونة وهذا بالبرشلونة. وسيف صغير هذا بس ينتمي، هذا بس مجرد ينتمي. هذا شوف حبايب قلبي، انا قلنا برشلونة شنو هسه؟ خلنا اترجم لك هذا الحفاظ تاني، راح اترجم لك رموز. زين حبايب قلبي، احنا قلنا برشلونة تكره ريال مدريد. برشلونة شنو رمزها؟ هذا الرمز مال برشلونة، رمز الكره شنو؟ ها رمز الكره. وريال مدريد. زين حبايب قلبي، نجي للمعطى الثاني سيف. سيف الصغيرون لازم هنا ينتمي الى برشلونة. يعني شلون سيف هذا سيف، وهاي علامة الانتماء وهاي برشلونة. هنا الصديق يكره ريال مدريد. شلون صديق كتبه؟ صديق سي دي كره، هذا كره ريال مدريد، هذا ريال مدريد. المطلوب اثباته صديق يحب برشلونة. صديق اللي هو هذا سي دي يحب، اللي يحب هذا هنا برشلونة. ها شوف حبايب قلبي، مجرد برشلونة تكره ريال مدريد، صديق يكره ريال مدريد، وسيف يحب ينتمي إلى برشلونة. هذا بس تحفظهن تقدر ترجمهن كلام طبيعي جدا. البرهان إلى نرسم سيف يحب برشلونة. سيف كبر يحب شنو علامة يحب؟ هاي يحب برشلونة، هاي علامة برشلونة. النقطة الثانية من البرهان بحيث سيف يكره إبراهيم. سيف علامة سيف، والكره يكره، وهاي إبراهيم. حبايب قلبي معطى رقم 1، هذا المعطى رقم 1 تنزله له. وين رقم 1؟ هذا رقم 1 تنزله له هنا. نزلناه. خلينا نقول هنا سيف يكره ريال مدريد. سيف سي اي يكره ريال مدريد. هو لازم يكره ريال مدريد لأن هو ابن صديق، وصديق ابن برشلونة. الدور معطى رقم 3. معطى رقم 3 وينه؟ هذا صديق يكره ريال مدريد. زين حبايب قلبي، ونزلنا معطى رقم 3. حبايب قلبي آخر شي تكتب له إذن سيف يساوي صديق، يعني اللي هو لأنه هو أبوه صديق فهو يساوي، يعني لا كره هو يكره وإذا أحب هو يحب. يعني باعتبار هنا قاعد يقول لك بالمطلوب إثباته صديق يحب برشلونة. اثبت لي. هنا تقول له سيف هو نفسيته صديق، فثبتت له هنا. طبعا يا حبايب قلبي والله الطريقة مضمونة 100% ومجربة. أتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو وتوصلون لأكبر عدد من الطلاب يا حبايب قلبي حتى يستفادون. وكتبوا لي بالتعليقات إذا استفاديتوا حتى ننزل لكم مبرهنة رقم 8 ومبرهنة رقم 9 ونتيجة اللي هن أسهل منهن ما يكون نهائيا، بسيطات جدا والله العظيم. مشاركة للمقطع حبايب قلبي. شي نهاية.